بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نركب الكبسولة الحديثة خالص اللي هي بتزين عندنا كل الهدوم وممكن كل القمصان، يعني بتستعمل في استعمالات كثيرة. ازاي نركب الكبسولة دي؟ طيب، وازاي هي ايه اهي؟ طبعا الوانها زي ما احنا شايفين، لها اشكال كثيرة جدا عندنا اهي، زي دي مثلا. وطبعا دي حلية للجيب مثلا. طيب، اللي هيلزم معانا يا جماعة، اللي هيلزم معانا لازم حضرتك يكون عندك مكبس كباسين زي دهوت اي نوع بقى. لازم عندنا مكبس يا جماعه، المكنه دي بتاعت الكباسين، ولازم هيكون لها الموديل دهوت من الكباسين اللي هي زي دهيت الحديثه خالص 25 26. لازم يكون لها حاجه اسمها اللجم. طبعا المكبس لوحده ما يكفيش، لابد يكون في عندنا لجم. دي اسمها لجمه، اهي اللجمه اهيت اسمها لجمه علويه اهيت، بتركب فوق اهي. بس طبعا هي مش هي دي اللجمه المطلوبه على فكره، دي ضعيف كبسوله اكبر، وفي لجمه سفليه ادي لجمتين اتنين. يبقى لازم يكون عندي مبدئيا كده عندي المكبس الكبير دهوت، ويبقى خالي من دول. بعد كده حضرتك بتشتري اللجم دهيت عشان تركب بيها الكباسين. وطبعا هي احنا كنا شارينها من سنه او سنتين بمبلغ 500 وشويه، فهي مش عارف ايه اخبارها ايه حاليا دلوقتي اهي. كل نوع كباسين له لجمه معينه بنركب بيه، كل نوع كباسين بنركب بطريقه معينه. طيب اهو اهو. طيب هنبدا بايه؟ احنا بايه؟ بنبدا عندنا اول حاجه بفي لجمه بلاستيك بتبقى اسفل اهيت اهي، اهي بتبقى معاها. وبعدين اللجمه اول حاجه اللجمه الفوقانيه خالص اللي فيها حاجه زي ده كده اهي، دي اللجمه الفوقانيه اهي، فيها شيء زائد بنركبها بالراحه هنا، بننزل كده بالراحه كده يا جماعه اهو، ما تربطوهاش الاخر. بعد ما هنخلص دول هستعمل كمان بعد دول في الكبسونه اللي في الجهه اليمين، دول هيستعملوا في الكبسونه اللي هي الايه اللي اسفل. طيب هنطلع ايه عندنا كمان؟ المطلوب عندنا الكبسونه، المطلوب عندنا الايه؟ المطلوب عندنا الكبسونه اللي هركبوها مثلا زي دي اهي يا جماعه اهي، تمام، اشكالها ياما. الكل بيتساوى في الاخر في ثلاث حاجات هتبقى ماشيه مع كل الكباسين، والفرق في شكل ورد. عندنا اول حاجه هيلزمنا ده اهي، شايفين الدايره الكبيره دي اهيت؟ يا رب تكون واضحه معايا في التصوير. الكبيره دي بصوا يا جماعه، الكبيره دي بتركب مع مين؟ الكبيره مع الكبيره، افتكر دي الكبيره مع الكبيره، وبتركب هنا مع بعض. بس هتركب بالايه؟ هتركب بالمكبس، يبقى الكبيره دي مع الكبيره دي. طيب وبعدين هيكفي كده؟ لا، ده لسه في عندي صغيره مع صغيره ادهم كمان. يبقى المطلوب عندي اربع اجزاء، الصغيره مع الصغيره. بس لو بصينا كده هنلاقي في واحده قصيره وعريضه وواحده طويله. طبعا دي اللي هتبقى فوق، اللي هتعشق في الكبسونه الثانيه دي. هنشوف مع بعض بالراحه كده. هنسمي الله اولا كده يا جماعه، ونبدا ناخد عندنا اول جلابيه اللي هي لونها مثلا دي ان شاء الله، وبعد ما هنخلصها هنعرضها خالص كلها بعد ما نخلصهم كده ان شاء الله. هناخد اول جلابيه، ودي على فكره دي الجلابيه اللي هي الكامله اللي كنا، دي الجلابيه يا جماعه بص اهي، دي الجلابيه اللي هي اللياقه الكامله، الكره الكامله، اللياقه السعودي اللي احنا كنا عملنا عليها فيديو واحنا شغالين عليها اهي. دي الكره الكامله بعد الايه؟ دي الكره الكامله اللياقه الكامله بعد ما شطبناها، ولسه كمان هناخد فيديو لان اهو يا جماعه اهو. وزي ما قلنا فيما سبق، قد راس اللياقه من فوق اهي، طبعا هي حشوه سعودي جباره، قد راس اللياقه وقد رجل اللياقه. واهي بعدها بعد ما خلصناها طبعا بتبقى هي بسم الله ما شاء الله حاجه جباره قويه جدا يعني تحارب بيها اهي. طبعا احنا حاليا بنشوف بنقلبها، بتنقلب كده. وقلنا من مميزاتها ان انت تحاول يكون في خلوص اهي. من مميزات الخياط الشاطر يخلي لي فيه هنا خلوص، يعني بحيث دي الحرك بسهوله، ما تركبش دي مع دي عشان ما تاكلش. وكنا عملنا عليها مراجعه. اول مرحله هنبداوا فيها يا جماعه، هنبداوا هنا عندنا اللي هو البشريك بتاع الزراير ده، بتاع الزراير دوت. هنحط هنا واحده في النص اهيت. يبقى اول حاجه هنحدد الموقع بتاع الايه؟ هنحدد موقع الكبسونه اهي اهي، واحده في النص. وبعدين هنجيب لازم كمان ده يا جماعه خلي بالنا، طبعا الموضوع ما هو سهل ومكلف شويه. طيب هو انا هشتغل يا في عيون ياما. ايه دوت البتاع اللي بخرموا بيها الاحزمه اهي يا جماعه اهي، لابد منها الخرامه دي. بعد كده اهي بالنص بالظبط هديها خرم اهو، خرمناها وفاضل الله اهوت. بصوا معايا كده، وما تحاولش تعمل اي حاجه من غير الخرامه دي اهي. يا رب يكون التصوير باين او الضوء من زياده شويه في التصوير، يا رب يكون. يا لو كده ماشي خير وبركه، ماشي معانا اهوت. طيب بعد كده المرحله اللي بعد كده هنعمل ايه؟
بعد كده هندخل الكبسونه الجميله دي اللي فوق اهيت السمره دي، لا مش دي بتاعت الجيب اهيت، ده هي يا جماعه اهي شكلها الفضيه الجميله دي اهي اهي. هركبها بصوا معايا اهي اهي، بصوا معايا بركبها ضغط كده، صوت يا معلم، بنضغطها حاليا احنا كده. بصوا يا جماعه مبدئيا اهي كده ركبنا الكبسونه بس من جهه واحده، ده لسه هنفرد معانا اللياجه دي كده، بنفرد اهوت. وبعدين الخطوه اللي بعد كده بالراحه اهي، اصبحت هي من ورا كده اهي، من قدام اهيت. وبعدين من جوه بقى هنحط الايه، هنحط الكبيره اهي، والكبيره لها اهي، والكبيره لها عدليه، هتحطها كده لا، هتبقى هي كده. هتركبها فين؟ هتركبها في الليجه كده اهو في الكبسونه، في اللي هو زائد الكبسونه كده اهو اهو. وهنبدا نحطها بالراحه وبرفق، وننزل فيها بكل رفق، لان الغلطه هنا بحسابها اهي يا جماعه. هنكون حريص بالراحه على انها تنزل في النص بالراحه كده. طلعت مني ما تيأس تاني، هنفك تاني اللجمه، هي طلعت مني، كل ده ممكن تسوي وانت بتركب عادي. هنعمل ايه؟ هي لبست فيها اهي، هنطلعها انا حاليا دلوقتي عشان واركب اللجمه مره ثانيه كده اهو. وما تيأس، كل حاجه عايزه. طبعا الكبسوله يا جماعه بتاخد شغل بصراحه، تركيبها بتاخد شغل كتير. هنرجع تاني اهوت، قلنا هنحط الاضمن نحط دي على دي اهي، فين اهي؟ جوه العين اهي، جوه العين بتاعتها اهي، ده الاضمن لك. تركيب الكبسونه دي ما هي سهله، تركيب الكبسونه هي سهله، فيها شغل ياما وعايزه بالراحه برفق اهي. وهننزل بالراحه بالراحه بدون عافيه لحد ما تطمئن ان هي ايه، تطمئن ان السن الزائد نزل في المجرى اهي. وبعدين ضغطه كده تمام كده بفضل الله اهي يا جماعه. خلاص بصوا معايا كده، اصبحت عندي دي قويه حديد، بصوا معايا كده اهي، قويه حديد اهي. خلاص كده الكبسونه دي اهي يا جماعه ركبت اهي. ركبنا الجهه اليمين دلوقتي، ركبنا الجهه الايه اليمين، اللي هي هتبقى بعد التركيب هتبقى بالطريقه دي اهي يا جماعه اهي بفضل الله. طيب بما اني انا لسه شغال حاليا بدهوت، فهنبدا نركب الكبسونه الثانيه للجلابيه الثانيه اهي الكبسونه العلويه ادي برضو اللي هي كامله اهيت، يا رب تكون باينه معاكم، حاله في قمه الجمال. وطبعا دي اصعب لياجه هنحدد نقطه في النص عندي كده بفضل الله واهوت تمام كده اهو. وبعدين عندي هنجيب الخرامه بتاعتي اهي، نفس خلاص اهي، ونخرم بس نحاول في النص اهو خرمنا. بعدها هنجيب الكبسونه بتاعت الذهبيه اللي ماشيه مع اللون اهي هركبها هنا اهي. بصوا يا جماعه اهي، هنضغط ويا رب يكون التصوير باين اهو. هنضغط وهنظبط حالنا، لسه اول مرحله هنظبط شكلها كده. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنطلع من الكيس بتاعي، نطلع لها نهون، وانا عندي ياما اهو، هنطلع اللي هي ده اهي، ركزوا معايا اهي اوعى تنسى الكبير مع الكبير. وبعدين هنخش فين؟ هنخش على، هنلبسهم في بعض هنا كده اهم، بصوا معايا، هنلبسها في بعض هنا بالراحه كده، ونحاول ننزل تحت المكبس بكل هدوء اهو، بكل هدوء. طبعا لازم تشتغل بالراحه لان الكباسين غاليه ومكلفه، ويعني ما تعملش بالراحه تبوظ الكبسونه منك، وعايزين بالراحه. هنبدا كده اطمئن كده، هبدا انزل واحده واحده كده بفضل الله. خلاص كده الكبسونه دي ركبناها يا جماعه اهي هنا من بره وهنا من جوه الجهه الكبيره اللي مع الزراير. هتفضل لي كده حاليا دلوقتي يا جماعه، يتفضل لي بقى نعمل ايه؟ طب ما الكبسونه عايزه هنا، عايزه هنا تمام. طيب فضل كمان حاجه عندي بالنسبه لي، الجلابيه اللبني ده يا جماعه اهي، شايفين دي؟ هنركب واحده زي دي هنا بس ماشيه معاها اهي. لاحظوا معايا هركب انا البادج اللي هو الجميل ده اهو في الجيب كده، فمحتاج نفس الخطوات، هو مكتوب عليه سيكي، وتلاحظ اللغه الانجليزيه مظبوطه، سيكي هيبقى كده البادج ده هنا اهو على الجيب. هنخرم له بنفس الطريقه هنخرم، بس بحيث ان هو ايه،
اهوت كده. ها هتعمل معايره بالراحه وخلي صبرك طويل. المتسربع في اي شغلانه ما بينجز. هنحاول بقدر الامكان تبقى يعني هنا يمه الايه، يمه نهايه الجيب كده. نحط علامه كده بفضل الله بالراحه كده اهو اهو. وهنبدا انا نعمل ثقب او خرم بالايه. لابد من الخرامه. هنخرم الجيب طبعا. اتفضل يا مولانا. قاعد جدك. السلام عليكم. الله وبركاته. هنخرم يا جماعه، ربنا يبارك فيكم. تعالى ابو خميس اقعد يا مصورس، تعالى خش اقعد. خش تعالى اقعد. هنخرم بفضل الله. هنخرم بفضل الله. ابصوا معايا اهو، صبرك على الصوت اهو. هنخرم كده بفضل الله اهو. خرمناها. وبعدين بعد ما خرمنا هنجيب الايه اهي، اللي هو الباج الجميل ده اهو، حلي اهو، وهندخله كده اهو اهو اهو. هيخلص كده؟ لا، ما خلاص، لابد نحط له كبسونه تحت اهو. طبعا احب حاجه كده في منتهى الجمال، في منتهى الايه، في منتهى الجمال. وطبعا تلاحظ معايا، تتاكد بقى ان عندك الحروف الانجليزيه تبقى مكتوبه يعني سي كي، مكتوبه سي كي، ما تبقاش ايه جالب الدنيا. طب هي خلصت؟ ما خلصتش، ما خلصتش. لازم يجيب لها حاجه زي دي، الدعم بتاعتها الخلفي، دعمها الخلفي اهوت. وهنعمل ايه بقى؟ هنصبر كده ونظبط حالي اهو. الدعم الخلفي ده اهو، انا بركب في الجيب حاليا، ودي وظيفتها حليه فقط اهي 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 اهي. نظبط حالنا كده وننزل بكل دقه، لان الموضوع ما هو سهل خالص. والكباسين طبعا اهي. هنحاول كده ننزله خطوه خطوه. تمام كده بفضل الله. دي وظيفتها يا جماعه. بس خلاص كده كده بقى زي الحديد اهي، بقى زي الايه. وكده بفضل الله تمينا من الايه، تمينا الجلابيه الاولانيه. لو في اي حاله بتعدلها بايدك، طبعا دي ثابته جدا، ثابته من نار. ثابته منين؟ دي ثابته من حديد اهي زي ما احنا شايفين. وبفضل الله يا جماعه الكباسين دي غير قابله للصدأ. طبعا بنعرف كل الناس، واحد ازاي يعرف الكباسين بتصدق وما بتصديش. اي جلابيه واي بنطلون بتعرف الكبسونه اللي معاك مغشوشه ولا سليمه، هتجيب لها مغناطيس اهوت وتجربها اهو اهو. ده مغناطيس اهو، شايفين المغناطيس بيوجع اهو اهو. المغناطيس بيوجع اهو يا جماعه. بصوا اهو. ازاي اعرف اي كبسونه بنطلون او اي كبسونه في الدنيا مغشوشه ولا مش مغشوشه؟ هنجيب المغناطيس. يبقى بصوا معايا اهو بيوجع. لكن تعال نشوف مثلا دي اللقمه دي اهو اهو اهو. وجع ما وجعش؟ ما وجعش. يبقى الاختبار الوحيد ده على ايه؟ بتاع الايه؟ المغناطيس. طيب بعد كده يا جماعه هنغير. بصوا معايا بقى الخطوه اللي بعد كده، هنغير اللقمتين دول. انا ركبت بايه؟ اللي هو الكبسونه الكبيره. هنشيل اللقمتين دول بالراحه كده بفضل الله. الموضوع عايز صبر. وتطلع اللقمه حسن راحت خالص، وكانها يعني وكانها راحت. ماشي. هنواصل ونجيبها تاني. طيب هنركب ايه دلوقتي؟ ما انا محتاج اركب الاثنين الصغيرين اللي هم نهون ونهون. هذه وهذه الاثنين دول هركبهم. ودول لكل الكباسين واحد اهم يا جماعه، لكل الكباسين واحد. محتاج ايه؟ محتاج هتركب كمان لقمه. بصوا اهي لقمه اهي، هركبها اهي، اللي فيها حته سوست اهي ظاهره اهي. وبعدين بصوا اللقمه دي، احنا قلنا دي كانت، انا كنت شاريها ب 520 من سنه او سنتين. اللقمه دي يا جماعه 4 قطع، الله اعلم حالها ايه دلوقتي اهيت. هتركب فوق. لاحظ اللقم دي هتروح للجماعه بتوع المكابس. انت الكلام ده ينفع في كل هدوم يا جماعه، رجالي حريمي بلطو، كل الهدوم دي بيركب لها كله. الحاجات دي كلها بتزين عندنا كل حاجه يا جماعه، يعني مش رجالي بس، بتركب مع كل الحاجه، بلطوات وجاكيتات وكل حاجه اهو. يبقى هنا بنعرف ازاي اركب كبسوله الجاكيت او جلابيه او الدريس او البلطو اهو. تمام كده. هنعمل ايه يا جماعه؟ بصوا هنعمل ايه اهو. هنجيب قطعه من الطباشير كده اهو اهو عشان نعلم. بصوا كده اهو، على دي نعلم بالطباشير كده حاجه عشان نبقى ايه، ركزوا معايا اهي. وبعدين هنجيبها هنا ونوسطنها كده اهي، وسطنها بالظبط عشان اعمل عليها طبعه، عشان ما تبقاش واحده فوق واحده تحت اهي. لو انتوا شايفين الطباشير علمها اهوت، علشان اضمن ان لما يكفي الكبسوله ما فيش شفه طالعه وشفه نازله اهي. والخرامه بتاعتنا الحلوه الجميله خرمنا. تمام كده. وبعدين هنحاول ندخل دي. طبعا احنا ممكن نفس السمك، لا انت معاك اضخم من كده. عندي طويل وقصير. هندخل الطويله اولا. الطويله اولا هتخش، هي اللي هتخش في القماش اهي. الطويله اللي هتعبر وتعدي من القماش. حاول كده ادخلها عافيه احسن. انا مش عايز الميديا توسع عشان القماش ما يتبهدلش. هي يا جماعه شايفينها كده بفضل الله اهي اهي
اهي. يا رب يكون تصوير باين، انا خايف ان الضوء يكون عامل حاجه يكون عامل حاجه في الشغل اهو، ما بين نارين ولا يا جماعه. المهم اهو تمام كده. وبعدين هنجيب ده اهي الصغيره القصيره المبططه. الكلام ده بكل انا كده بتعلم النهارده بركب كبسوله البلطو، الجاكيت، الدريس، الجلابيه، كل حاجه عايز تزينها تعمل لها منظر ومتانه اهي. بصوا هنخش بيها اهي، بصوا معايا. هندخل كده، دي اسهل شويه اهي. وهننزل كده نسمي الله وننزل اهو يا جماعه. بصوا معايا اهو 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 بفضل الله. كده ركبنا الايه الانثى، غاز الذكر الايه الذكر. اصبحت عندي حالا الكبسونه يا جماعه بفضل الله اهي اهي اهي. الله اكبر. بصوا يا جماعه، كبسونه قويه متينه جميله. وفي الاخر هنصور فيديو الهدوم بعد ما خلصوها، وفي الاخر كمان هنصور مع الجماعه الشباب اللي هم اصحاب الهدوم. وطبعا احنا كانت رحله طويله من الالف للياء. دي اخر رحله عندنا دلوقتي مع الجلابيه الجميله دي اهي. منظر عام لها قبل التصوير النهائي يا جماعه اهي. اصبحت جلابتنا اخر حاجه ركبناها الايه الكباسين الحديثه ديت الجميله خالص. شايفين كده عندنا بفضل الله اهي يا جماعه اللي بتاعت الايه اللياجه. وادي بفضل الله حله الجيب اللي هي اللي ان شاء الله. طبعا هنركنها حاليا دلوقتي. خدها عندك كده يا ادم عشان بعد شويه هنصوروها ولسه لها مرحلتين بالتصوير. طيب هنروح حاليا دلوقتي. هنروح فين حاليا؟ الجلابيه الثانيه اهي اهي. هنعمل ايه؟ لازم نركب لها هنا الذكر بتاعتها الذكر. هنعمل ايه؟ هنجيب طباشير ونعلم دول بالطباشير كده. نعلم دول بالطباشير اهم. هنعلم بالطباشير ونحاول نطبع هنا، نعمل نسخه طابع كده عشان تبقى عندي ما تبقاش كده غلط. شايفين كده غلط طالعه، كده غلط، كده غلط. انا عايز اهي لو اتقفلت تبقى بصوا اهي، تبقى مقفوله من بعض مع بعض فوق كده. ونعمل طبعه كده مكان طبعه اهيت اهي. لكن ديت ما عجبتنيش، عايز نجرب شويه لبره عشان هو لو قفلها ما اتخنقش. هنعيد كمان ما فيش حاجه من اول مره. هنعمل كده اهو بالراحه يا جماعه اهي عشان اهو اظبط اهو. نحاول نطبع اهو اي علامه تواشير بس للايه. احنا فين حاليا؟ اهو يا جماعه اهو. يبقى انا هنجيب البتاعه بتاعتي ونحاول ناخد لها في نصف الدايره اهي بالظبط اهي تمام كده. هنطلع لها من الكيس بتاعي كيس الكباسين، هنطلع لها جزئين اتنين اللي هم الطويل والايه والقصير. انا هنا بطلع اتنين ذكر في انثى. ذكر في ايه؟ ذكر في انثى، واحده كبيره واحده صغيره اللي هم في النهايه اهمت. انا بنجي لاحظ بسم الله كده معانا. بسم الله. قصيره اهمت هنا مع اهم. هيركبوا ازاي؟ زي ما عملنا في ديكت تماما. في ديكت ايه تماما. طيب هنيجي كده ونجيب الطويل فيهم. الطويل هو اللي هيبقى جوه القماش اهو من الثقب ده اهو. وما توسعش الثقب يا جماعه عشان انا مش عايز الجلابيه تتبهدل معانا. كباسين دي جميله لكن عيبها الوحيد ان هي لابد من ثقب الايه الحشو للاسف الشديد. اهي تركبنا. بصوا معايا المرحله اهي تمام اهيت. يا رب يكون التصوير باين يا رب اهو اهي. وبعدين هنجيب دي بصوا اهي القصيره المبططه عليها اهي سهله خالص اهي. وبعدين هنخش عندنا بالايه؟ هنخش عندنا ب بدي. هننزل كده اهو سمي لو ننزل. دي اسهل من الثانيه اهو. خلاص بفضل الله بقت حديد. طب يلا نعمل تيست كده بفضل الله اهو. بفضل الله شايفين يا جماعه التكه دي معناها ان هي تمام خلاص. وعلى فكره هي كبسونه عمليه. طب يلا ناخد منظر كده اهي. منظرها اهي خلاص كده. لا بفضل الله بصوا شايفين اهي. بفضل الله ركبنا الكبسونه الذهبيه اللي هي بالحل اللي هي من فوق. طيب دلوقتي بقى هنروح نركب كمان للناس الحلوه دي حله الجيب. حله الجيب شايف يا احمد حله الجيب ولا حاجه ثانيه يا احمد؟ هركب حاليا حله الجيب. بص يا احمد بص معايا يا حبيبي. حله الجيب يا جماعه بتشتغل على الجهتين. بص يا احمد كده في على الجهه اللي هي سمراء ذهبي وممكن تبقى ذهبي. عايز اللون يبقى بره اي حاجه. طيب شكله احتار هو. ايه رايك لو خلينا كده هو الذهبي بره يبقى احسن. ذهبي مع ذهبي كده بشكل حلو اهو. بص معايا اهي. ركز يا احمد اهي. بص لي كده اهي انا معايا اهي. ركز عشان هطبع انا. اللون الاحسن يا احمد. هتبقى كده ماشي بره ولا احنا هي الشغل تركب على الجهتين ولا عايز دي كده؟ ايهما تفضل؟ انجز. خلي دي. خلصنا. طيب طبعا يا جماعه تركيب دي بقى يعني ايه هنشتغل بقى بالراحه.
هنركبها ازاي دي؟ هركبها ازاي؟ مش بالمكنه بتاع، لكن هنحاول هركبها ضغط. بتركب ضغط، بتركب ايه؟ بتركب ضغط. بالراحه كده هنجيب مع بعض. ممنوع اللمس يا ادم. لما نصور خالص في النهايه هتبقى ايه؟ بص يا جماعه اهوت. هنحاول هركب هنا دي بالبنزه. هو دي هركب، لان دي بتركب ضغط. تركب ايه؟ هركبها البنزه. هركبها البنزه، وهنلاحظ حاجه، لو في الغسيل وقعت في الغساله تطلع وتركب تاني. فاهمين؟ هي طبعا ما بتصديش، ما بت ايه، زي ما قلنا كلها حرج، ما بيتصديش بفضل الله. فلو لو احنا هنضغط عليها بس يعني اكتر من لازم، ممكن تبوظ الدنيا. اهي رمعته عليها ما بتصديش، حاله يعني في قمه الجمال. هنضغط بالبنزه كده، بس نحاول نحط لها يا جماعه، بصوا معايا انصحكم تحطوا لها حته قماشه عليها كده، لان هتبقى الضغط هيبقى مباشر. حته قماشه عليها اهي، وهنغطيها كده اهو عشان احميها، لان هنضغط عليها دايركت اهي مباشر كده. لسه هنجيب البنزه، بصوا معايا، وهنضغط ونسمي الله ونضغط اهو، يا رب يكون باين. هنضغط كده، كمان ضغطه، كمان ضغطه، اهي. هما عباره عن حاله ايه، جوه حاله كده، يا رب يكون ما سكت. طب لو احتاجنا كميه ثانيه هنضغط ثاني. لسه عايز يا جماعه، يعني انا الضغط ده كله في لسه ايه، حره الحركه، حره الايه، الحركه. لسه محتاج ضغط ثاني. ما تيأسي وبالراحه اهي. هنجيب كمان البيزه بتاعتي، وهنضغط عليها كمان لحد ما هي تعض في القماشه بس. ودي الوسيله الوحيده للتركيب بتاعت الكبسوله دي، لان هي مالهاش الا كده اهو. طبعا انا نفسي اعمل انا حاجه من دي والله يا ولاد. ها تسلفوني البس دي لابسه يا ولاد. الحمد لله يعني يا جماعه، في امل اهو، في امل اهي يا جماعه. الحمد لله ركبت اهي يا جماعه، اهي ركبت اهي بفضل الله اهي معانا اهي. بس لو افترض ان هي وقعت في الغساله، تركب تاني لانها غاليه، خلي بالنا من دي. حاليا بفضل الله يا جماعه هناخدوا الجلابيتين دول كده، هنعمل ايقاف، هنزرر الهدوم بتاعتنا، ربنا يبارك لاصحابها، وكل عام وانتم بالف خير. لو في اي حاجه عندنا اي رتوش كده نشيلها. هنقفل بفضل الله. اديني كده منظر نهائي كده بفضل الله. هنحطهم حاليا عندكم على الترابيزه ونصورهم، لان طبعا مش هشوفهم تاني، وطبعا هم جماعه هيرفضوا ادوها لي البسها يعني. هنكبسل بفضل الله اهي بفضل الله. الشكل النهائي يا جماعه، الشكل النهائي، ركز كده معايا. الشكل النهائي يا احمد، جلابيه العريس اهي بفضل الله اهي، حاله في قمه الجمال. الشكل النهائي بتاعنا يا جماعه اللي جاي اهي يا جماعه، بص عليها بالراحه اهي شكل النهائي بفضل الله. يا رب يكون باين معاكم على الكاميرا اهي بفضل الله اهي الشكل النهائي. اللهجه بتاعتنا الجميله خالص اللي هي الذهبيه، وادي الحليه نوع جميل خالص اهو بفضل الله، وادي الزرار بتاعتنا الفخمه خالص. ان شاء الله هنعمل ايقاف، هنطلع نصورهم صوره نهائيه كده قبل اللبس